المودريشن انت ممكن يطلع البيزنس بتاعك فوق وممكن ينزله تحت بسرعه جدا. ليه؟ اول حاجه بيفكر فيها اي بزنس اونر، انا هعمل سكريبتات للناس المودريتور عشان لما الكلاينت يسالهم على اي حاجه يبقى معاهم الاسطمبه او السكريبت اللي يبداوا يردوا عليه. وده غلط جدا يا جماعه. تخيل انت بتكلم حد صباح الخير، صباح النور حضرتك، احنا بنقدم لك الكورسات اللي هي زيد، هو اصلا مش مركز معاك، هو اصلا حاسس ان انت رميت له كل الحاجه ومشيت، مش هيكمل معاك اصلا. انت اولا عندك 3 حاجات مهمين جدا جدا اي مودريتور لازم يعملهم. اول حاجه لازم يكون في حاجه اسمها تو واي اوف كوميونيكيشن، يعني لازم يحس ان هو بيرد على بني ادم مش روبوت. الروبوت ده يعني اسالك السؤال تحط لي ستامب او سكريبت، لا انا عايز حد اتكلم معاه، يعني صباح الخير، صباح الخير يا فندم، تحب اقدر اساعدك ازاي؟ حضرتك احنا عندنا 1 2 3 وبنساعدك في كذا وكذا وكذا، فساعتها هتشد الشخص ان هو يكمل معاك الكونفرسيشن. انما لو لقى اسطمبات هيحس ان هو بيكلم روبوت وهيسيبك ويمشي. ده رقم 1. رقم 2 لازم يكون عندك سرعه في الرد، لان الناس بتلوز الانترست بسرعه، بتفقد الشغف بسرعه جدا. انا ممكن اسالك السؤال، وخاصه البنات ممكن اسالك السؤال، انت اصلا لو اتاخرت في الرد عليا كنت سالت 20 بيج تاني، او نسيت اصلا انا كنت بسالك ليه. انت اعلان ظهرت قدامي وانا كنت فعلا مهتم، بس انت رديت متاخر فانا فقدت اصلا الشغف ان انا ارد عليك. فمهم قوي يكون عندك سرعه. تاني حاجه يكون عندك ردود تبقى مناسبه مع الكلاينت، ما تبقاش اسطمبات وسكريبتات اوريدي بتستخدمها. بس استنوني في التبس الجايه.